السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هعمل مع حضراتكم التحديق عملي. وطبعا في ناس كتيرة جدا ما بتاخدش بالها للاسف من التحديق او مش عارفة اهميتها اصلا للحمام. من اهم الحاجات اللي احنا لازم نهتم بيها ونهتم بيها بصورة غير عادية هي التحدية. التحديقة بتحمي الحمام من مشاكل كتيرة، وبتحمي الحمام كمان من لين العظام، وبتحمي الحمام كمان من ان يكون عنده نقص كالسيوم. صراحة التحديقة مفروض تكون زيها زي بالظبط الكلفة، بنفس اهتمام ودرجة الكلفة بالظبط. بل بالعكس، احيانا احنا بنجوع الحمام وبنمنع عنه الاكل او بنأكله وجبة او 2 في اليوم. اما بالنسبة للكلفة ممنوع منعا نهائيا ان احنا نحوشها من قدام الحمام نهائي. الكلفة الكلفة ممكن زي ما قلت لحضراتكم نأكلها بالوجبة. اما بالنسبة للتحديقة دي تعتبر شيء اساسي بالنسبة للحمام. يعني انا عاوزة اقول ممكن تكون اهم احيانا في بعض الاحيان من الكلفة كمان، لان احنا طبعا لما بنجوع الحمام بنمنع عنه الاكل، لكن ما نقدرش ابدا عشان اهمية التحديقة التحديق الكبير ما نمنعش ابدا او ما نقدرش ان احنا نحوشها ابدا. طيب انا بحط ايه في التحديقة؟ كلها حاجات تعتبر مش مكلفة نهائيا بس مهمة جدا للحمام. اول حاجة كده انا بجيب شرب من الاراضي الزراعية، ودايما لما باجي اجيب شرب من الاراضي الزراعية ما بجيبوش من قلب الارض نفسها، دايما بجيبه كده اما من على الجسور او من على شواطئ البحار. بتكون يعني الشرب بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، بس لما امسكها في ايدي تدوب في ايديا، يعني شربة تكون مش جامدة عشان تبقى زي الترابة والحمام عندي يعرف ياكلها. بعد كده برضو بجيب هري الطوب الأحمر. هري الطوب الأحمر ده مهم جدا جدا للحمام، بيساعد على ان دايما الحمام عندنا يبقى نسبة الكالسيوم متوازنة في جسمه. وبيجي دايما بيكون عند الناس اللي بيكون عندهم بيبيعوا مواني الطوب والحاجات دي، وصراحة بيبقى الهري بتاع الطوب ده يعني مش بيتباع ومش بيكونوا محتاجينه. بعد كده انا بجيب الجير المطفي او بودرة البلاط، الاتنين صراحة واحد ما شاء الله كويسين جدا ومن افضل الحاجات. يعني دايما الناس اللي بتشتكي ان بيكون عندهم البيضة بريشت او بيبقى عندهم الحمام دايما بيبيض بيضة واحدة، عاوز اقول لكم ده بنسبة 90% مش بيكونوا مهتمين بالتحديقة. بعد كده انا دايما بجيب الصدف. الصدف برضو من الحاجات اللي مهمة جدا، لازما باستمرار اخليها قدام الحمام. وعلى فكرة الصدف يعتبر من افضل الحاجات اللي فيها نسبة كالسيوم عالية، واحنا طبعا محتاجين الكالسيوم عشان لين العظام عند الحمام، وكمان يحميهم من مشاكل كتيرة. ودايما ما شاء الله الناس اللي بتهتم بالتحديقة بيكون عندهم الحمام فيه نسبة توازن عالية، بنلاقيه ما شاء الله بيبيض البطين كويسين. استحالة نلاقي عندهم بيضة بريشت، استحالة نلاقي بيضة صغيرة وبيضة كبيرة. يعني الحاجات الصغيرة ديت لازم حضراتكم تهتموا بيها. وتعتبر التحديقة من الحاجات اللي مش مكلفة خالص. يعني لو جينا نجيب شكارة الصدف بيقف فيها الكيلو بتبقى حوالي عن 50 كيلو، بيقف فيها الكيلو أقل من نص جنيه. لو جبنا شكارة 50 كيلو ممكن تقضينا سنة كاملة. عندنا برضو بودرة البلاط أو الجير المطفي. برضو يعني الشكارة فيها برضو يعني صراحة مش عارفة هي كام كيلو، بس بيقف برضو ممكن يكون أقل من نص جنيه، لان صراحة احنا بنجيبها بحوالي عن 5 يعني عن 10 جنيه او 12 جنيه، مش اكتر من كده. عندنا الفحم، بس صراحة انا ما بحبش احط الفحم كتير للحمام، بفضل الحاجات الطبيعية، لان الفحم في بعض الاحيان ممكن يعمل تقلصات او يعمل زي مغص كده في بطن الحمام، فانا مش بفضله كتير. بحط كمية بس يعني مش كتيرة، ولو ما حطناش ما يجراش حاجة خالص. اهم حاجة
الحاجات الطبيعية اللي هي زي الشرب وزي الصدف وزي الجير. الحاجات دي مهمة جدا. وعندنا برضو اللي مهم جدا جدا صراحة الطوب الأحمر من أهم الحاجات اللي لازم نهتم بيها. وعاوزة أقول لحضراتكم حاجة، لما نيجي نحطها عندنا يا ريت ما نحطهاش في حاجات مفتوحة، نجيب لها علافة بالظبط زيها زي الكلفة ونحطها كده، عشان طبعا الحمام عندنا ما يبقاش فيه عندنا إخراج أو حاجة وينزل على الأكل ويعمل لنا مشاكل ويجيب أمراض عندنا للحمام. الناس برضو اللي بتربي الكنج والرومي والأنواع اللي هي الغالية ديت مهم جدا جدا إن هم برضو يهتموا بالتحديقة. التحديقة عاوزة أقول لحضراتكم وبأكد عليها بنسبة عالية جدا. أنا عن نفسي التحديقة عندي أهم من الكلفة بمراحل. يعني أنا أدام مهتمين بالكلفة، يعني أنا ممكن أقعد يوم كامل يوم بطوله ما أمنع الحمام من الأكل، لكن أبدا أو استحالة أن أنا أمنع التحديقة. برضو الناس اللي بتشتكي إن هم عندهم الحمام مش بياكل التحديقة، دايما حطوها في الأوقات اللي ما بتحطوش فيها الكلفة، أو دايما سيبوها باستمرار قدام الحمام، بس زي ما قلت لحضراتكم تكون في حاجة مغلقة، يعني زي العلافة وما شابه ذلك، عشان ما ينزلش عليها إخراج أو حاجة. هنلاقي ما شاء الله الحمام بياكل منها كتير. يعني أنا عندي ما شاء الله بأكل حمامي مرتين 2، لكن التحديقة صراحة سايباها على طول قدام الحمام. من أهم الحاجات اللي دايما بسيبها قدام الحمام. دايما تلاقي عند الحمام ما شاء الله مش بيبيض بيضة واحدة أبدا، ومش بلاقي نقص كالسيوم. وكمان يعني أنا عمري ما شفت صراحة البيضة اللي هي البريتش ديت، لأن ده بيكون نقص كالسيوم. ونقص الكالسيوم أهو من حاجات طبيعية مش بنشتريها، مفيش أكتر من الصدف ومن الجير، والاتنين الشكارة منهم بحوالي عن 10 جنيه. يعني تعتبر حاجة مش مكلفة نهائيا، وفي نفس الوقت ما شاء الله مهمة جدا جدا عندنا للحمام، وتعتبر من أهم الحاجات. في بعض الناس برضو بتحط البذور عندنا بعض من البذور على التحديقة، بس انا صراحة يعني بفضل ان انا ما احطش البذور على التحديقة. التحديقة اصلا مش محتاجة، انا ممكن اضيف البذور ديت كده معلقة يوميا على الكلفة وانا بحطها، لكن التحديقة بسيبها زي ما هي. بس دايما بفضل ان تكون التحديقة بتاعت كل المكونات اللي فيها تكون ناعمة، ما تكونش حاجات كبيرة ولا حاجات مكلكعة. وياريت دايما نجيب الشرب يكون برا الارض، عشان ما يبقاش فيه أدوية ولا رش طبعا ولا نسبة هرمونات من اللي أهالينا الفلاحين طبعا بيرش عشان الدودة وعشان الحاجات ديت، فغصب عنهم بيكون فيها حاجات زي ديت. الفيديو ده من أهم الفيديوهات صراحة، ياريت الناس تهتم بالتحديد.